يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، وجايه لكم النهارده بحلقة جديدة. اتمنى من قلبي انها تعجبكم. بس عايزة افكركم، لو الحلقة النهارده عجبتكم بجد، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا، يا ريت كلنا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الحلقة النهارده بتحكي عن ايه. دخل هارون هو وعوض السرايا، وكانوا بيساعدوا عدنان وساندينه بعد ما أصيب بطلق ناري. كان الجميع قاعدين في بهو القصر منتظرين رجوعه بيهم سالم، ولما شافوا المشهد فكلهم بفزع مع شهقات الستات. حسن جري على أخوه وقال برعب: مالك يا أخويا؟ إيه اللي جرالك؟ ابني، إيه جرالك يا ضنايا؟ رد عليها وهو بيحاول يطمنها: أنا كويس ما تخافيش. عبد الله بصراخ: انتوا هتقفوا تتكلموا وتسيبوا سايح في دمه؟ إيه اللي حصل يا هارون؟ وما خدتوش على المستشفى ليه؟ هارون بحزن: الحكومة طبت علينا، ورجالة كتير من عند عدنان وعند مهدي ماتوا، وشوية هربوا، والباقي اتقبض عليهم. نطق الجد وصرخ: بتقول يا زفت؟ يعني ايه؟ طب الفلوس فينها ولا الشغل؟ صرخت فيه بنته: هو ده اللي همك يابا؟ بتسأل على الفلوس وسايب ابنك سايح في دمه؟ ما هو كويس اهو، دول 150 مليون، واعية الخسارة قد ايه؟ بس الحقوا الواد الأول يا خلق. أنا ربطت له الجرح علشان أحاول أقلل النزيف. طلعه على أوضته على ما أروح المركز أجيب دكتور وأرجع بسرعة. حنان وهي بتمثل البكا: تعالى معايا يا واد عمي، أنا هطلع معاك. ومسحت دموعها وكملت: قلب عليك يا حبيبي، كان مستخبي لك فين كل ده؟ وقبل ما يطلعوا السلم سمعوا صرخات الستات، فالتفتوا لقوا الجد مغمى عليه. بص ناحيته باستهزاء، وحقيقي ما تهزش ليه شعره. فده أول انتقام، واللي جاي أقوى وأمر. أبويا، رد عليا يا أبويا، اطلب الأسعاف بسرعة. طلع عدنان واتصلت فادية بالأسعاف لنقله المستشفى. عليت صوت عربية الأسعاف في السرايا. أم جميل قالت: خير يا رب، مين اللي شغال أسعاف ده؟ روح يا ابني شوف لنا إيه اللي حصل. جري جميل، ولما وصل عند البوابة الحديد سأل واحد من الحرس، فرد الحارس وقال: ده الدنيا مقلوبة جوه في السرايا. عدنان بيه رجع متصاب، وسلطان بيه وقع من طوله والأسعاف جت شالته. يا خبر، طب وعدنان بيه عامل ايه دلوقتي؟ مش عارف، بس حسن بيه جاب له الدكتور مجدي وهو لسه عنده، والكل فوق معاه، ومحدش سابه، وسابوا فهمي بيه والست ام عبد الله بس هم اللي راحوا مع ابوهم. جري جميل مرة تانية وراح عند حسنة ومريم وسعيدة، وحكى لهم اللي سمعوا من الحارس. شهوا بقلق على عدنان، ونزلت دموع مريم بدون وعي وحطت ايديها على قلبها. حسنة قالت: انا هدخل اغير هدومي واروح له. دخلت مريم تلبس وهي بتحاول تمالك اعصابها، ولكنها اتفاجئت بامها بتسحبها من ايديها. ما انتش رايحه هناك يا مريم دلوقتي؟ بتقولي ايه ياما؟ ازاي ما اروحش؟ ده عدنان ياما، عدنان، عارفه يعني ايه؟ حسنة بتعاطف وهي بتاخدها في حضنها: عارفه يا بنتي، وحاسه بيكي وبيه، بس دلوقتي الكل هناك، وانت اللي جواكي باين عليكي، وما ينفعش حد يشوفك منهار عليه كده. دي تلاقي مراته مش عامله كده زيك يا ضنايا. خليكي هنا وانا هطمنك بالتليفون، عشان خاطر يا بنتي بلاش تديهم فرصه يوجعوكي بكلامهم السم، واللي هيحميلك راقد ومش واعي بالدنيا. بعدت عن امها بعد ما اقتنعت بصحه كلامها، وترجتها كتير تتصل، واول ما توصل تطمنها عليه. وصلوا السرايا ووقفوا في انتظار خروج الدكتور. وفي غرفة عدنان بعد ما دخل الدكتور مع حسن وبدأ في تجهيز أدواته، اعتقادا منه إن هيعمل له عملية جراحية يخرج بيها الرصاصة من دراع عدنان. ولما قرب منه عشان يحقنه بمخدر، وقفوا عدنان وقال له بلهجة قوية ولكن بصوت واطي: وقف يا دكتور، هتعمل ايه؟ هحقنك بمخدر عشان أقدر أخرج لك الرصاصة. اتعدل عدنان من رقدته وهو بكامل قوته وسط ذهول الموجودين، ما عدا هارون اللي كان بيحاول كتم ضحكته من منظرهم المصدوم. مسك ايده الدكتور وشد منها الحقنة ورميها بعيد، وقال له بتهديد: مش محتاجة يا دكتور،
أنا كويس، ما فياش أي حاجة أبدا، بس اسمع كلامه ونفذه من سكات لو خايف على روحك. هز الدكتور راسه بموافقة وخوف. حسن قرب من أخوه وقال له بهدوء ما قبل العاصفة: معناه الكلام ده يا ابن أبويا؟ يعني أنا كويس يا أخويا، ما فياش حاجة، حتى شوف. فضل يحرك دراعه عشان يأكد لأخوه إنه بخير. أمه جريت عليه: بركة يا ابني إنك بخير، مش مهم اللي حصل، المهم إنك رجعت لنا سالم يا نن عيني. اهدي يا غالية وبطلي بكى. بص عبد الله لهارون وقال بغيظ: انتم مطبخينها سوا صح، بس ليه بقى؟ يا جدعان اصبروا شوية لما نفهم الدكتور على اللي هيقوله للناس، وبعدها هنفهمكم كل اللي حصل. سكت الجميع وقعدوا في أماكنهم. اسمعني كويس يا دكتور، لما هتطلع للخلق اللي بره دي هتقول لهم انك طلعت الرصاصة من دراعي والحمد لله جت سليمة. اما بقى اللي هسألك في الوحدة عن اللي حصل، لأن متأكد ان اخويا قلب الدنيا هناك عشان يجيبك وياه، فانت هتقول ان جدي جات له أزمة قلبية وانت طلبت له الأسعاف. وبص له وكمل بتهديد: ماشي، فهمت ولا ايه؟ فهمت يا عدنان بيه، فهمت، وانا اوعدك ان هنفذ اللي قلته بالحرف. رن تليفون فوزية، ولما شافت اللي بيتصل ابتسمت: ايوه يا بنتي، ايوه يا خالة، عدنان عامل ايه؟ انا اتصلت بمنى بس ما ردتش عليا، طمنينا الله يخليكي. اهدي يا ضنايا، هو كويس والله، خدي حتى كلمة عشان تطمني. ادت التليفون لابنها اللي كان مبتسم لما فهم من كلام امه ان حبيبته هي اللي بتتكلم. بمجرد ما رد وقال ايوه، ردت هي بلهفة ظاهرة من بين شهقتها: عدنان، عدنان. قلب عدنان، اهدي حبيبي، انا بخير والله. كل الحضور جالهم ذهول من كلامه، وهم بيسألوا مين ده اللي بيتكلم قدامهم وجاب كل الرقة دي منين؟ مش ده الوحش الهمج اللي يعرفوه؟ امي مرضتش تخلينا اجيلك وانا هموت من القلق عليك، قلبي هينخلع، مش قادرة اتحمل اقعد هنا وانت راقد في مكان تاني. وغلاوة البتول اللي ما بحلف بيها باطل، انا كويس وما فياش حاجة. وطى صوته وكمل: وعشان تتأكدي انا هجيلك بالليل اطمنك بنفسي، بس خلي التليفون جنبك، اول ما اللي حواليا يمشوا هجيلك على طول يا نور عيني، عشان كمان وحشتيني اوي. هديت شوية وقالت: وانا هستناكي قلب البتول عشان اتأكد ان انت سالم وامل عيني منك. صرخ عدنان بفرحة بدون الانتباه للي حواليه: قلبي هيقف من الفرحة يا خلق. طب وطي صوتك يا نحنوح. حدفوا بعلبة السجاير اللي كانت محطوطة فوق الكومود، وكمل كلامه معاها وقال: معلش يا حبيبي، هقفل بس دلوقتي عشان البهايم اللي قاعدين بيبحلقوا فيا كأني براسين قدامهم، وبعدها هنكمل كلام زي ما قلتلك. حاضر، انا في انتظارك، بس ما تعوقش عليا. قمر ليلي نور بعد ضحكتك دي. سلام يا قلب عدنان. بعد ما قفل معاها، امه سحبته لاحضانها: ايوه كده يا زينة الرجال، سمعت نصيحة امك وعملت بيها، ربنا يفرحني بيكم عن قريب يا ابني واشيل عوضك يا رب. امن على دعائها من كل قلبه. مش الدكتور وعدنان امر هارون ياخد عبد الله وحسن تحت بعيد عن تجمع العيله ويحكي لهم كل اللي حصل. اما بره ميلت بهية على بنتها وقالت بهمس: شكلك محظوظه يا بنت بطني، جاتلك الفرصه على طبق من دهب. بصت لها بتساؤل فكملت: مش راجلك رقد في فرشته وانت واجب عليكي تقعدي جنبه وتاخدي بالك منه وتوكليه بايدك. فهمت اللي تقصده وهزت راسها بعلامه الموافقه. بعد خروج الرجاله دخلوا الجميع بسرعه، وحنان اترمت عليه تحضنه وتبوسه قدام الجميع من غير اي خجل، ولكنه بعدها بشويش عشان ما يحرجهاش قدامهم. لكن امه ما عجبهاش اللي هي عملته: اختشي يا مرات ابني، هو انت مش واعي للخلق اللي حواليكي ولا ايه؟ حصل ايه؟ واحده ولقانه على راجلها، كفرت يعني؟ كانت هترد عليها، ولكن منحها عدنان وقال: خلاص بقى، انا مش فاضل رغي الحريم ده. منى وشيماء قربوا يحضنوه ويطمنوا عليه، ولكنه طمنهم ان هو بخير. جميل بحزن ظهر على وشه: الف سلام عليك يا سعاده البيه، يا ريتني كنت بدالك. بعد الشر عنك يا عريس،
لا يا بيه، والله ما يحصل أبدا. أنا هأجل الفرح لحد ما تقوم لنا بالسلامة. أصيل يا واد، بس ما ينفعش تأجله، ده ما فاضلش غير 5 أيام. بلاش تكسر بفرحة عروستك. هنفرح ازاي من غيرك؟ وبنتي موافقة وبنفس راضية كمان. ده انت خيرك علينا، ودي أقل حاجة نقدر نعملها لك. بهي بحقد يعني هنأجله عشان خاطر سي عدنان بس؟ والسلطان بيه اللي في المستشفى ده ايه مش فارق معاكم؟ مرات عمي ملوش لزوم الكلام ده. وخلي في بالك يوم ما تفكري تنطقي بكلمة ليهم أنا اللي هقفلك. هدي نفسك يا ابني، الزعل وحش عليك. يلا يا جماعة، ادينا اطمنا عليه. تعالوا بقى نطلع ونسيبه يرتاح شوية، اللي شافه مش قليل برضه. أنا هقعد جنبه أخد بالي منه، بس هروح الأول كده أجهز له لقمة يتقوت بيها. لو مش عايز حاجة دلوقتي أنا هنام شوية، ولما بقوم باكل. بصيت له بغيظ وخرجت مع الكل. لاحظ عدنان وقوف ابن عمه وملامحه فيها حزن. تعالى يا بلال، عاوزك في كلمتين. اقفل الباب وراهم وتعالى جنبي. عمل اللي طلبه منه وراح وقال له بخجل: ألف سلام عليك يا ابن عمي. من قلبك صح يا ابن عمي، يعني تهمك سلامتي. أقسم بالله ربنا يعلم غلاوتك عندي. بس وسكت وبص في الأرض. بس خايف تقرب مننا عشان خاطر أبوك، مش كده؟ أنا مش وحش زي ما انتوا فاكرين يا ابن عمي، بس أنا بعمل اللي بعمله عشان أهرب من أبويا. مش عايز أمشي ويا في طريقه ده. أنا أهون عليا تقول عليا خمرجي ودار ورا الغوازي، أحسن ما يغرزني وياه في الوحل. وكمان مش عايز أقف قصادك انت وحسن وعبد الله. ربي عالم غلاوتكم عندي، وكان نفسي أبقى زيكم وأمشي على خطاكم. بس عدنان بفرحة وهو بيسحبه من إيده وبيضمه: كنت مستنيك من زمان يا ابن عمي، ومتأكد إن انت هتيجي. كنت بشوف من بعيد وانت نفسك تبقى ويانا. كان نفسي أتكلم معاك من زمان، بس قلت اصبر عليه شوية، ولو ما كنتش جيت بمزاجك كنت هجيبك غصب عنك، عشان انت جواك خير وتستاهل امدلك ايدي. بكى بلال فكمل عدنان: انا هساعدك يا ابن عمي من غير ما حد يحس، عشان تتخلص من المدعوق اللي اتملك من جدتك ده. وبعدها لما تلاقي نفسك بقيت راجل كويس متحكم في عقلك من غير ولا خمر ولا مخدرات، وقتها انت اللي هتختار عايز تبقى مع مين. صحيح يا اخويا هتساعدني؟ ايوه يا اخويا، انت فعلا اخويا يا واد، وانا ما بسيبش اخواتي يضيعوا. هساعدك وهترجع احسن من الاول. الطريق صعب وهتتعب. بلال بتصميم: هتحمل، والله هتحمل اي حاجة، بس ساعدني يا اخويا. هساعدك يا اخويا، هساعدك. هارون مع حسن وعبد الله بعد ما قفلوا الباب عليهم: انتوا عارفين ان احنا كل السنين اللي فاتت كنا بنرقد لهم لحد ما يجي الوقت واللي ناخد فيه بطارنا. وعدنان كان بيجر رجليهم بس وبيعمى عينيهم بالمكسب الكتير عشان ياخد الأمان منهم. حسن بنفيه الصبر: كل ده عارفينه، ادخل في اللي حصل على طول. من حوالي شهرين قابل الضابط معتز، انت عارف انهم صحاب من وقت ما بنته كانت مخطوفة من تجار مخدرات، وعدنان اللي قدر يرجعها له. اتفق معاه انه هيسلموا كل شحنات السلاح اللي هتدخل، واتفقوا على شوية تفاصيل عشان يقدروا انهم يقبضوا على فهمي متلبس. وطبعا انت عارف انه ما بيطلعش اي عملية. عدنان بقى خليه يطلع في العملية الأخيرة دي، وعشان هو فاهم دماغ عمك كويس فضل عنده عشان عمك يشبط في العملية زي العيال الصغيرة. وهو كل اللي احنا رتبنا له تم. بلغ معتز بالميعاد والمكان، واتفق معاه كمان يقبض على مين ويسيب مين. ما هو اللي هيشيلها رجالته يا ناصح، عارفين ومتأكدين انه هيعمل كده، ومعتز مش هيدقق في الموضوع ده. المهم عنده الكمية اللي اتمسكت، وانه قبض على ناس متلبسة. وكمان عدنان اللي قتل محمدين مش انا. ازاي يعني؟ عشان هو العقل اللي بيفكر وبيخطط لعمك، فقلنا بقى نخلص منه عشان يبقى لوحده. وهو غبي ما بيعرفش يعمل حاجة، فوعيته هتبقى سهلة. امال ايه الدم اللي كان مغرقه ده؟ لا ده مش دم، دي صلصة طماطم كده. هو اصلا واحنا بنجري اخد رصاصة
وخلى معتز ينشن عليه بحيث يتصاب بخدش بسيط، لزوم يعني إن يكون في علامة في دراعه. منك لله أنت وهو، إيه الدماغ دي؟ دماغ أبلسة. أمال لو تعرف أخوك بقى عمل إيه مع مهدي. أول ما وصلنا عرفه في وسط الكلام إن فهمي هو المسؤول عن تأمين العملية دي، وإن هو ملوش دعوة بيها، عشان كده حضر بنفسه لأول مرة عشان يبقى مطمن على الشغل. وبعد ما الحكومة طبت أخد بإيد مهدي وجري بيه وهربه في عربية تبعنا مع وهدان كمان. وليه يعمل كده؟ ونكمل بكرة.